السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي المشاهدين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده جايلكم فيديو جديد ووصفة جديدة تعجبكم بإذن الله. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض طريقة عمل كفتة الرز بدون رز وبدون دقيق رز. وصفة جديدة وجميلة تعجبكم بإذن الله. هنسمي باسم الله ونصلي على الرسول ونبدأ المقادير والطريقة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المقادير بتاعتنا: معايا ربع كيلو لحمة، معايا بصلة أصغر بصلة عندك، بصلة صغيرة قوي قد الليمونة، عشان ما تفكش منك، بشرتها وزي ما انتوا شايفين اهو. معايا توم مفروم، معايا مجموعة من التوابل: جنزبيل أو زنجبيل وقرفة وملح ورشة كربونات عشان تنفشها. لو عندك برضو بيكنج باودر حطي، كزبرة، فلفل اسود، 7 بهارات، حبهان مطحون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حطيت برضو عليها اللي هي المصالة. دي مجموعه التوابل اللي عندي. هنا الشعريه دي كوبايه اهي شعريه كده. دي كل المكونات ان شاء الله. معايا برضو خضره هجيبها، نسيت اطلعها. همسك كوبايه الشعريه دي هطحنها. الربع كيلو عليه كوبايه زي كده او فنجان صغير. هطحنه واوريهولكوا واجيب الخضره واوريها لكم. ادي الخضره اهي. الخضره دي انا كنت مفرزاها معاكم وشلتها في الفريزر، بطلع منها. بصوا خضره ازاي اكنك جايباها دلوقتي. ما عندكيش خضره في الفريزر هتجيبي خضره فريش. هاتي عودين 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 من كل حزمه او كل ربطه. وهنا ادي الشعريه هنا طحنتها بقت عامله زي البودره اهي. اهي ما شاء الله، اهي ما شاء الله. بصوا بودره ازاي اهي، بقت عامله زي البودره اهي. هنحط المكونات دي كلها بقى في الكبه اهي. انا هحط الشعريه واحط التوابل اهي. دي بديل الرز طبعا. وادي التوم اهو. هنزل بقى اللحمه والبصل والخضره وارجع لكم. انا حطيت كله اهو، ناقص الخضره. في حاجه تاني برضو معايا انا قبل كده عملتها معاكم، اللي هي مع كفته الحاجي اهو. دي معلقه بوش. لو ما عندكش معلقه بوش، لو انت عندك جزار وبيقطع لك لحمه قول له عايزه حته بوش ويفرمها لك، او انت تفرميها في الكب عندك اهي. ده بوش. ما عندكيش، لو عندك معلقه كفته الحاتي اللي هي البودره اللي هي خلطه الكفته، تاخدي منها معلقه. ما عندكيش مش شرط، مش مشكله. هحط بقى الخضره يعني. ما عندكيش خلطة اللي هي الكفتة وتاخدي منها معلقة، مش لازم. ما عندكيش بوش، مش لازم برضو. هتطلع معاكي زي الفل. دي بديل الرز اهي. بسم الله ما شاء الله. بديل الرز تحفة. وانا بقى نقول الرز غالي ولا مش قادرين نجيبه، لا، انا هنزله واظبط الدنيا وارجع لكم. حطيتها في الكبة زي ما انتم شايفين اهو، وهضربها بقى. لازم بس اسند الكبة شوية. شايفين اللي شايفينها. طبعا ما عندكش كبه ممكن خلاط. بسم الله ما شاء الله. بصوا المكونات كلها تتجانس مع بعض ازاي. هكملها بقى وارجع لكم. ما شاء الله. بصوا المكونات كلها اتجانست مع بعض اهي. بتلف. بسم الله ما شاء الله. كلها بقى كده، كلها تبقى عامله زي حته العجينه بالظبط. كله هيتجانس مع بعضه ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده اهي اهي. لازم تعجنيها حلوه قوي وتسيبيها بقى تلف في الكبه حلو لغايه ما تبقى زي ما تكون بتعجني عجين كده وهي لمت نفسها اهي ما شاء الله. هطلعها بقى واوريها لكم. انا خلصتها خالص اهي. بسم الله ما شاء الله. بصوا 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 بقى عامله ازاي. بصوا بسم الله ما شاء الله اهي. طبعا كل حاجه عندك ناعمه. اللحمه طبعا طريه وناعمه. البوش ناعم. طبعا عندك اللي هو الشعريه ناعمه مطحونه وناعمه، ونخلاها كمان بعد ما طحنتها نخلتها اهي. بقت عامله زي البودره او سكر البودره اهو. ما فيهاش اي حاجه. والخضره طبعا كده كده ناعمه، والبصله مبشوره، والثوم مفروم.
يعني كل حاجة عندك سهلة، مفيش حاجة صعبة علينا ان شاء الله. وداعا للغلاء، وداعا للاسعار الغالية ان شاء الله. يعني هتبقى حاجة جميلة وحلوة. وفري ودبري ووفري مع صوفي ان شاء الله. هطلعها بقى من الكبة واعجنها عجنة حلوة بايدي كده، وبعد كده اقول لكم هنعمل ايه. انا خلصتها اهي زي ما قلت لكم، عجنتها بسم الله ما شاء الله. بصوا شكلها عامل ازاي، تحفة يا جماعة، تحفة والله تحفة. ايه رأيكم بقى؟ معايا هنا زيت اهو، بولة فيها زيت، يعني شوية زيت كده، قيمة معلقتين 3 هنحطهم. طبعا هنبل ايدينا بيهم ونصبع الكفتة. ادي الكفتة اهي، ومعايا صينية هنا هصبع فيها الكفتة اهي ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده اهي. انا هبل ايدي كده اهو، بسم الله ما شاء الله. خد الحتة اهي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اهي. اعملي بقى الصباع زي ما انت عايزه، كبير صغير تخين، ما يجراش حاجه. وبعدين انت حاطه له باكم باودر، باكم باودر بيخليه تحفه، بينفشها. الباكم باودر او الكربونات، انا حاطه كربونات. طبعا اي لحمه بقى عندك هاتيها الموجوده اعملي. عندك لحمه متلجه، عندك لحمه ضاني، عندك لحمه اي لحمه عندك لحمه جاموسي، عندك لحمه عجالي، كندوز، اي حاجه الموجوده عندك اعملي بيه، ما تقفيش. الموجود اي لحمه عندك. خلطه الكفته الرز المعلقه منها بتمسك الكفته، بتخليهاش تفك. او لو هتحط لها جوز زي ما انا وريتكم كده اهي ما شاء الله تحفه. اعملي بقى الصباع زي ما انت عايزاه. هنعمل بقى كور كمان، لو عايزه تعملي كور بقى تفرحي الاولاد اهي. طبعا كلنا بنحب الكور دي، الاولاد بتحبها اهي. بسم الله ما شاء الله اهي. ايه رايك؟ اهي ما شاء الله. نعمل كورتين تاني اهي اهي كده. بتعملي بقى غريبه، بتعملي حاجه اهي ما شاء الله. نعمل واحده تاني، هنبل برضو ايدينا زيت اهي. وهنعمل الزيت بيساعد ما تخليهاش تلزق في ايديكي اهي، بتبقى سهله معاكي وانت بتعملي اهي ما شاء الله. بصي بتطلع نضيفه ازاي، الايد نضيفه والكفته نضيفه اهي. ايه رايك؟ عايزه تصغري عن كده صغري، عايزه تكبري كبري. هصبعها بقى كلها وهرجع لكم. بسم الله ما شاء الله خلصتها خالص اهي، صبعتها زي ما انتم شايفين. وحاطه زيت على البوتاجاز في طاسه. اول ما يسخن هروح حاطه عليه، منزله عليه الكفته. هحط الزيت اللي فاض اهو كمان، مش هرميه. لما مطرح ما انا كنت بعوز ايدي يعني نضيف اهو. كلنا طبعا ايدينا نضيفه، بنصبن ايدينا قبل ما بنعمل الحاجه زي الفل. بسم الله. انا نزلت واحدتين اهو، بس هنزل قدامكم تاني اهو ما شاء الله اهي زي الفل. الله اكبر. اللهم احسن ختمها يا رب، اللهم احسن ما بين ايدينا ان شاء الله، احنا وانتم وامة محمد اجمعين يا رب. طول ما احنا بنسمي باسم الله بنصلي على الرسول، حاجه تطلع تحفه وجميله. هكمل بقى وهرجع لكم. بسم الله ما شاء الله. الطاسه مليانه اهي. طبعا اول ما حطيتها وطيت عليها شويه، يعني خليت النار وسط عشان برضو تستوي اهي. كده كده هي تستوي في الدمعه برضو. في ناس بتحب تاكلها محمره، مش كله يعني اهي. اول ان شاء الله ما هتستوي هطلعها واوريها لكم. ايه رايكم بقى؟ بتحمر اهي ما شاء الله. ايه رايكم بقى في الجمال والطعامه دي؟ احلى كفته واجمل كفته عملتها معاكم، كفته الرز ببديل الرز بالشعريه. ايه رايكم؟ عملنا كفته الرز بالشعريه بدل الرز. ايه رايكم؟ بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا اللون يا جماعه، بصوا الطعام الله اكبر. بصوا بتزيد ازاي، بصوا منفوشه ازاي، بصوا اللون، بصوا اللون والطعم. الريحه حلوه قوي. انا كنت مطلعه بس واحد دقته عشان كده بقول لكم الطعم. بصوا ما شاء الله. ايه رايكم؟ هطلعها واحط طاسه تانية وارجع لكم. طبعا نحط الطاسه على البوتاجاز زي ما قلتها لكم اهي اهي. بتحمر، والثانيه طلعت اهي بسم الله ما شاء الله. ودي دي توم اهي اهي. دي توم اهي زي ما انتم شايفينها اهي. دي تومه بزيت، زيت عادي يعني. عايزه تعملي بسمنه اعملي، مش مشكله اهو.
قلت بس تحمر شويه كده على بال ما الطاسه تطلع اهي. دي عشان هنحط عليها الصلصه، نعملها بالصلصه ان شاء الله. هنحط بقى الاصفرت اهي واحمرت برضو اهي، اصفرت واحمرت ما شاء الله. احط بقى الصلصه، انزل بالصلصه اهي. في ناس بتعملها ببصل عادي، بتحمر البصله وتحطها برضو. انا قلت اعملها بتوم، بتبقى التومه بتبقى طعمها حلو. ممكن تمسكي بصله كده تقشريها وتخرطيها وتحطيها نيه في قلبي. هنطلع بقى الكفته وارجع لكم. انا خلصتها خالص اهو، بسم الله ما شاء الله. من ربع كيلو لحمه مفرومه عملنا نص كيلو بالكوبايه الشعريه الصغيره. معايا هنا مكعب ماجي اهو، انا هحط نصه، لو احتجت تاني هحط اهو. ما شاء الله مكعب ماجي. هنزل بقى عليها بشوربه بميه اللي موجوده عندي. انا كده كده حاطه مكعب ماجي. هنزل بقى بميه مغليه. انا حشت منها اهو طبق عشان عندي بنتي بتاكل اللي هي المتحمره اهي. انت طبق صغير والباقي هعمله قدامكم، وهحط له مكون تاني كمان هيعجبكم وهيكترها اكتر اهو. هي بتغلي اهي الشوربه خلاص اهي ما شاء الله. زي ما قلت لكم كده، الزيت ده طبعا مش هنرميه، هنحمر فيه بتنجان، نحمر فيه قرنبيط، نحمر فيه بانيه، مش هيغلوا اي حاجه، هيتصفى ونشتغل بيه برضه. طبعا انتوا عارفين حاجه غاليه دلوقتي. هنزل بقى غليت اهي، هنزل بقى بالكفته بسم الله ما شاء الله اهي. قرب بقى ما هتستوي هقول لكم هنعمل ايه ما شاء الله. ايه رايكم بقى؟ كفته رز دي بقى، مش دي بقى كفته الرز، كفته الرز دي بقى ولا مش كفته رز بالشعريه؟ ايه رايكم؟ كفته الرز بالشعريه بديل الرز. ايه رايكم؟ تحفه تحفه تحفه. احلى مشاهدين في الدنيا واجمل مشاهدين، حبايبي واخواتي واصحابي. هجهز بقى المكون اللي قلت لكم عليه وارجع لكم. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله، ولا فكت ولا حاجه، هي الله اكبر حديده اهي. تخبطيها في الحيط تردلك تاني اهي. بسم الله ما شاء الله. ايه رايكم؟ اهي جامده وماسكه نفسها اهو. المكون التاني بقى اللي هنحطه اهو، ده بطاطس مقطعاها مكعبات صغيره. قبل ما تنزل بحاجه بسيطه ب10 دقايق كده اروح ارميها عليها. يا على الطعم والجمال بقى لما تاكلي بقى البطاطس دي مكان مع الكفته. طعم اللحمه في قلب البطاطس تحفه تحفه تحفه، اكنك بتاكلي لحم. الطعم حكايه والريحه حكايه. انا مش اول مره اعملها، انا عملتها قبل كده كتير، بس بصراحه الشعريه اول مره اعملها. قلت ايه اعملها معاكم واجربها معاكم، يعني حاجه جديده وحاجه حلوه هتعجبكم قوي. بسم الله ما شاء الله اهي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. تحفه يا جماعه والله تحفه. الله اكبر. اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله ما شاء الله. ايه رايكم بقى اهي؟ والدمعه بتاعتها تحفه. لو عايزه دمعه تانية هنحط صلصه، عايزين مكعب ماجي هنحط. طبعا فيها توم وفيها كل التوابل اهي. هي بس تاخد لها غلوتين كده 3 وهنحط فيها البطاطس. هتخلص هرجع لكم. بصوا يا جماعه انا طلعت صباع اهو اختبره. ما شاء الله اهي ما شاء الله استوى اهي. الله تحفه بيشد، ولا بقى اتهرت ولا حاجه. بسم الله ما شاء الله اهي تحفه اهي. كده خلاص استوت. هنزل بقى بالمكون اللي انا قلت لكم عليه. طبعا بنحط البطاطس في الميه طبعا عشان ما تغمقش لونها ما يغيرش. تحفه. جنبيها بقى طبق رز بشعريه، طبق رز ابيض تحفه اهي. ان شاء الله تعجبكم باذن الله وجربوها تقولوا رايكم فيها ايه. ادي بقيت الصباع اهو كمان حطيته اهو ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هتاخد لها غلوتين وهنزلها هطفي عليها. ما شاء الله انا خلصتها خالص اهو.
زي ما انتوا شايفينها. بصوا الكفته والبطاطس استوت ما شاء الله. هغرفها بقى في طبق التقديم واوريها لكم. ايه رايكم بقى؟ احلى كفته، كفته رز بالشعريه. ايه رايكم؟ يا رب الفيديو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه ودعموه ودوسوا على الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اللي ما حطش بقى لايك دلوقتي يحطه، واللي مشتركش يشترك ودوسوا على الجرس عشان يوصلكم كل جديد. احلى مشاهدين في الدنيا واجمل مشاهدين. فرحوني بقى باللايك يلا. ربنا ما يحرمني منكم يا رب، يجعلكم حاجه حلوه في حياتي كده. اللهم امين يا رب. ربنا يسعد قلوبكم. هفرجيها بقى في طبق التقديم واوريها لكم. ما شاء الله انا قدمتها لكم في طبق التقديم اهي. ايه رايكم بقى؟ شايفين الكفته ما شاء الله الصباع بصباعه صحيح ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه تحفه، تحفه بجد. ايه رايكم؟ تحفه بامانه ربنا اهي اهي. ايه رايكم؟ بصوا بسم الله ما شاء الله غرقانه في الدمعه. ايه رايكم؟ تحفه، تحفه يا جماعه والله. ايه رايكم؟ جميله جدا، الطعم والريحه حكايه. تحفه. واحد يفضل يدوق هيشبع. ايه رايكم؟ تحفه ولا لا؟ ايه رايكم؟ احلى كفته. بص البطاطس اهي ما شاء الله. ايه رايكم؟ تحفه تحفه تحفه. ولا بقى تقولي لي رز ولا رز ولا الكلام ده كله، ولا تمسكي بقى شويه رز تغسليهم وتنشفيهم وتطحنيهم في المطحنه وتهلكي المطحنه وتهلكي نفسك. لا اهو. ايه رايك؟ بكوبايه شعريه صغيره هتعملي نص كيلو كفته. من ربع كيلو كفته عملتي نص كيلو كفته. وعملت جنبيه هي بطاطسيه واحده اللي حطيتها زي ما انتوا شايفينها. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. عايزه تضعفي الكميه ضعفيها. ممكن تحطي كوبايتين شعريه وتطحنيهم وتنخليهم على نص كيلو لحمه. برضو البصل ما تكتريش، بصله صغيره. يا رب الفيديو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه ودعموه ودوسوا على الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.